السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد وبوصفه جديده. الوصفه تاع اليوم عباره عن جلبانه بلا صوص بيضاء بالدجاج. تبعوا معنا في هذا الفيديو نشوفوا خطوات الوصفه والمقادير المضبوطه للوصفه تاعنا اليوم. بالنسبه للمقادير، اول شيء عندي قدره ولا كوكوط واش عندكم. عندي توابل، نصف ملعقة كبيرة تاع كزبر، نصف ملعقة صغيرة تاع فلفل اسود، ملعقة صغيرة رأس الحانوت، وملح حسب الذوق. عندي صدر دجاج قصيته، قطعته دي بتي دي. عندي ثوم مرحية والبصل مرحي. بالنسبة للثوم والبصل رحيت 3 سنينات كبار تاع ثوم وحبة بصل كبيرة. إلى عندكم البصل صغير ديروا 2 حبات. وعندي جلبانة مجمدة والماء والزيت. أول شي جبت القدرة تاعنا، حطيت فيها كمية تاع الزيت وراح نضيف لها التوابل اللي قلنا: ملعقة صغيرة رأس الحانوت، ملح حسب الذوق، نصف ملعقة صغيرة تاع فلفل أسود، ونصف ملعقة كبيرة تاع كزبر. راح نخلط التوابل تاعنا مع الزيت كيما هكذا. من بعد راح نضيف باقي المكونات. راح نزيد نضيف البصل والثوم. قلنا 3 سنينات ثوم مرحيين وبصلة كبيرة مرحية او 2 بصلات صغار مرحيين. لهنا عندي صدر تاع دجاج قصيته دي بتي دي. واش عندكم في الدار ديروا، سواء اي شيء، سواء لحم ولا دجاج نورمال اللي عندكم في الدار ديروا. حطيت القدرة تاعنا والمكونات تاعنا يتقلاو هكذا. اللي يحب اكل صحي ما يقليش التوابل والدجاج والزيت، ما يخليهاش طيب، يستعملها ديريكت. نخلط لهنا مع التحريك المستمر. من جهة أخرى كنت حطيت 4 بيضات يغليو في الماء للتزيين. حطيتهم في كاسرونة يغليو مع الماء يطيبوا. دونك راح نزيد نضيف الجلبانة. نفتح ساشي تاع الجلبانة بالطريقة هذيك ونخلط المكونات مع بعضهم. بالنسبة للماء ما نضيفش بزاف الماء، جوست كاس ونص تاع الماء يكفي، لانه هذا القدرة تاع الفخار ما تضيعش الماء، يعني ما تبخرش. دونك الماء نضيفه بكمية قليلة. دونك ضفت الماء تاعنا، شوفوا بهذه الكمية تكفي. ونخلط المكونات تاعنا على نار ناقصة، نخليها تطيب في عقلها على نار ناقصة مدة نضجت في مدة 20 دقيقة. فوالا، لهنا كمية الماء تجي تقريبا كأس ونصف تاع الماء. دونك نغطي الطنجرة تاعنا ونقص النار خلاص ونخليها تطيب. بعد 20 دقيقة بعد ما طابت، عندي صحن تاع التقديم راح نقدم فيه الجلبانة تاعنا الطريقة هذه. بالنسبة للتزيين، عندي البيض وعندي شرائح تاع القارص وعندي الحشيش ولا الكزبر ولا الربيع، ساديبون واش يسميوها في، ولا الدبشة، ساديبون كل منطقة واش تسميها. راح نزينها بالطريقة هذه. دونك كانت هذه هي الوصفة تاعنا النهار اليوم. ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تجربوها في بيوتكم بالصحة والراحة ودمتم سالمين، والسلام عليكم.